في واحد بيسأل جاره بيقول له شو جابت مرتك؟ بيقول له والله جابت بنت. قال له كمان بنت؟ قديش صارت؟ 7؟ قال له اي والله 7. قال له أنا مرتي جابت صبي وصاروا 6 صبيان. قال له يلا أنت صار عندك 7 بنات وأنا صار عندي 7 صبيان، وصار كل يوم على الرايحة والجاية وكل ما يمر من قدام هالمحل يسلم عليه مرحبا أبو البنات، شلونك أبو البنات؟ طبعا هذا الرجال تحز بنفسه شوي إنه يمر عليه ويقول له مرحبا أبو البنات. انقضت الأيام وكل واحد جوز أولاده ال7 وبناته ال7 وعاشوا لحالهم كل واحد ببيته لحاله. وبليلة من الليالي أبو الصبيان ضاج، قال خليني أروح أسلم على جاري أبو هالبنات. فات لعنده لقاه قاعد يتعشى وقدامه هالأكل من شو ما بتختار، والمكان عنده نظيف ومرتب وكل البيت على المسطرة. قال له يا رجل مين اللي عمل لك كل هذا؟ شو هذا الأكل منين جايبه؟ شو هذا البيت اللي منظفيتش؟ قال له والله كل يوم واحدة من بناتي بتيجي بتحممني وبتنظف البيت وبتعمل لي أكل وتسحب حالها وبتروح. قال له كل يوم؟ قال له يا والله كل يوم. طيب يا رجل شلون بتلحق على بيتها واولادها وجوزها وانت كمان؟ قام قال له ابو البنات والله بناتي مقسمات الاسبوع وكل يوم تيجي لعندي واحده بتطعميني وبتحممني وبتسوي لي الاكل وبتنظف لي البيت وبتروح. قام ابو الصبيان وقعد جنب ابو البنات وشو صار يقول؟ ابو البنات بينام متعشي ودفيان وابو الصبيان بينام على جوع وبردان. ابنك بيحمل اسمك وبنتك بتحملك انت واسمك. وتحياتي.